مبروك بجد؟ الف مبروك لفريق السله طبعا نادي الزمالك. زغرات يا زغرات. الف مبروك لجمهور الزمالك العظيم. والله بجد؟ ايوه طبعا قوي. كاس مصر الحمد لله. على حساب طبعا المصريه للاتصالات بنتيجه 87 مقابل 67. مباراه كبيره سواء من اللاعبين الحقيقه او من الجمهور اللي حضر لصالة الدكتور حسن مصطفى في السادس من اكتوبر. قدمنا بطوله كبيره الحقيقه، حسنة قليلة تمنع بلاوي كتير. واحنا دايما بنفرح باي بطوله. غلبان واستحق الصدقة يا بيه. النهارده بنتوج بكأس مصر لكرة السلة بالزمالك. ألف مبروك. شتراوس الجنزبيل زيت يا برنس. شتراوس الجنزبيل. انا النهارده يعني قلت يمكن دي معموله بالذكاء الاصطناعي. لما شفت الفيديو وشفت الصور ووجود الكابتن محمود الخطيب في الماتش الودي بتاع الاهلي وزد، قلت مش ممكن، ده اكيد ده الماتش ده مضروب، يعني الماتيريال ده مضروب 100%. الاهلي كسب 3-1، الاجوال مروان عطيه والشحات وبن شرقي للاهلي يعني. وبعدين اللي وقف محمد الشناوي، هنتكلم على القصه دي، بس انا وريني كده يا ابني الصور الكابتن خطيب فين وماتيريال الكابتن خطيب. انا فوجئت ان الكابتن خطيب موجود في النادي الاهلي، دي اكيد ذكاء اصطناعي. احنا عندنا فيديو يا شباب اهو، كابتن خطيب وهو موجود في وقت المباراه بتاعه الاهلي وزد، ومعاه مؤمن زكريا، ومعاه الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن وليد صلاح الدين، وادي الدكتور سعد شلبي مدير النادي. حاجه غريبه جدا اهو. انا مش دي ذكاء اصطناعي اكيد، والكابتن خطيب مقموص وزعلان ومتخانق ومتضايق وبلا بلا بلا بلا. يا جماعه على فكره انا قلت لكم ليله اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي ان في 6 بنود للتهدئه والموضوع خلص. يعني مفيش اجتماعات، لا الاهلي عمل اجتماع ولا اتحاد الكوره عمل اجتماع. هو المفترض الكابتن خطيب يروح يعمل ايه؟ وهم خلاص اتفقوا على التهدئه. مفترض كابتن خطيب يروح النادي يعمل ايه؟ طب ما هو الاستاذ محمد الضماطي ما راحش، ما هو الاستاذه رويده هشام عضو مجلس اداره ما راحتش، استاذ طارق الدين راح اخر ربع ساعه ولا اخر 10 دقايق. اشمعنى دول يعني مش مقموصين هم كمان بس ما حدش واخد باله؟ يا جماعه يجب لما نتحدث في مثل هذه الامور على بينه، دي نمره 1. نمره 2، هو الكابتن خطيب ده قليل عشان خاطر او راجل يعني عقله يعني او لسه يعني بيبدا حياته الاداريه عشان هيتقمص من ده ومن ده، او الكابتن خطيب هيتقمص يعني ما عندوش قدره بعد السنين دي والعمر ده كله وكم السنوات كعضو مجلس اداره وامين صندوق ونائب رئيس نادي و9 سنين اهو رئيس نادي، كل الكلام ده، انه يسيطر على مجلسه وان هو اللي يحط ده هنا وده هنا وده هنا، فده بقى متجاهل وده متجاهل وده ازاي يعني؟ ده قيمته اللي بيختاروا كابتن خطيب معاه نجح. يعني اللي بيختاروا كابتن خطيب معاه في قيمته في انتخابات الاهلي نجح. يتجاهلوا الخطيب، يتجاهلوا الخطيب ازاي يعني؟ يعني كلام يعني يا جماعه ما بحبش انا كلام الانش، انا ما بحبش كلام الانش، لان انا بالليل قلت ما فيش حاجه والموضوع خلص بالليل وطلعت لكم على الشاشه 6 بنود التهدئه اللي اتكلمنا فيهم خلاص. لا الاهلي اجتمع ولا اتحاد الكوره اجتمع، اجل للخميس وبعدين للجمعه وبعدين اجل خالص لاجل غير مسمى. هيروح يعمل ايه كابتن خطيب؟ هو مين اللي خلى الاستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ مشرفين على الكوره من قبل الانتخابات؟ مين؟ كابتن خطيب ده في برنامجه كان كده، في ندوات انتخاباته كان كده، ومن يوم ما بقى رئيس نادي هو ساب الملف ده على فكره ليهم، وصفقات يناير كلها بتاعتهم على فكره، هم اللي قالوها يعني، هم اللي جابوها، صفقات يناير هم اللي جابوها، والتعامل مع طرب والتعامل مع الناس والقطاع وخلاص. هو راجل قال لك من وقت الانتخابات اعتذر، فالناس هاجت في النادي الاهلي، فقال لك انا صحتي يعني يا جماعه خلاص، فقال همسك الحاجات اللي هي الاستراتيجيات النادي.
وتخطيط النادي بشكل عام في كل المجالات، وكل واحد معاه الملف بتاعه هو نفذ ده. الله، هو لازم الكابتن الخطيب في كل مشهد يعني هو كده مش عاجب وكده مش عاجب؟ يعني لما كان الخطيب بيبقى موجود في كل مشهد وفي كل حاجه يقول لك ده النادي الاهلي محدش يقدر يعمل حاجه لما كابتن الخطيب يقول. طب لما تساب لكل واحد ملفه يبقى كابتن الخطيب زعلان ومقموص ومتضايق وبعيد. السلام عليكم. ليه في الاعلام محدش بيتكلم عن المشكله اللي دايره داخل نادي الزمالك بسبب الفلوس اللي وزعها ممدوح عباس بعد التاهل لنهائي الكونفدراليه على بعض اللاعبين، وبعض اللاعبين ما خدوش؟ ليه نادي الزمالك محدش بيتكلم على الناس اللي في فريق كرة السلة اللي خدوا كاس مصر على حساب المصرية اللي طلبوا مكافأتهم للفوز بكاس مصر، ومجلس الإدارة قال لهم مفيش فلوس الا لما ندي للاعيبة كرة القدم عشان ياخدوا الدوري؟ ليه محدش بيتكلم عن انذار الاوقاف الاخير لنادي الزمالك بخصوص الارض الاساسيه اللي في 100 عقبه واللي باقي على المهله شهر ويتم سحب الارض من نادي الزمالك بتاعه 100 عقبه اللي موجوده فيها المقر الرئيسي؟ ليه محدش بيتكلم في الاعلام عن الانذار اللي جه وبعض المواقع الاجنبيه اتكلمت عنه والعربيه من الفيفا لنادي الزمالك بتسوية مستحقات الخاصة بإيقافات القيد لبعض اللاعبين قبل اتخاذ عقوبة الإيقاف التأديبية؟ ليه محدش في الإعلام المصري، ما بتكلمش على الإعلام العربي لأن الإعلام العربي وبعض المواقع العربية بتجيب الحاجات دي، ليه الإعلام المصري ما بيتكلمش عن مشاكل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد تذمر محمد عواد من عدم المشاركة وبعد المشادة اللي حصلت بينه وبين محمد صبحي في التدريبات واللي كان شاهد عليها ناس كتير من لاعبي الزمالك وحتى بعض الجماهير اللي كانت حاضرة التدريبات شيرت الموضوع ده؟ ليه محدش بيتكلم في الإعلام عن مديونيات الزمالك عند اتحاد الكرة اللي بيتم اللغوشة والتطنيش عليها واللي هي تعتبر من اموال الدولة العامة؟ نادي الزمالك نادي ملك الدولة وعليه مديونيات كتيرة لاتحاد الكرة وما بيسدهاش لحد دلوقتي ومحدش بيتكلم عليها والاعلام مطرمخ. ليه الاعلام ما بيتكلمش عن ملف زيزو اللي بيحطوا اتحاد الكرة في الدرج بأوامر من الراجل الكبير اللي بيقول لك ما تتكلموش عن مشاكل مالية ومشاكل لاعبين لنادي الزمالك؟ ليه الإعلام عامل النادي الأهلي مادة ليه برضو بالأوامر والسكريبتات اللي بتيجي كل يوم من المكتب، نفس المكتب، اتكلموا عن أي مشكلة الأهلي، اهبدوا أي مشكلة الأهلي، اطلعوا اكذبوا أي كذبة، واللي بيكذب أكتر وبيهبد أكتر بيكون مرضى عليه أكتر وبيشتغل أكتر. طب ليه قناة مودرن ما اتكلمتش عن حتحوت لما كان المهاجم الرئيسي والمتهم واللي بيتهم وليد دعبس في قضية أحمد رفعت ومع ذلك رجع يشتغل في قناة مودرن تاني؟ ليه الإعلام أصبح كله موجه ومستهدف للنادي الأهلي؟ كله شغال دلوقتي بالريموت كنترول. بصراحة بكل أمانة احنا بنعيش فترة قذرة جدا للإعلام الرياضي في مصر.